السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، الرئيس الجزائري ينسحب من قمة المناخ قبل كلمة رئيس الوزراء كاين العدو السيخوني. انسحاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قمة المناخ في مصر ليلة الماضية بعد صعود الرئيس والوزراء كاين العدو السيخوني للقاء كلمته وسط دهشة الصمت وذهول زعماء العالم. وبحساب وسائل الإعلام الجزائرية، جاء الانسحاب فورا صعود الرئيس الوزراء كاين العدو الصهيوني للقاء كلمته بعد مشاركته في القاعة. وقد أظهر الانسحاب الجزائري دهشة كبيرة وسط القاعة العالم داخل القاعة. الجدار ذكر أن الجزائر الرئيسية وحكومة وشعبان تواصل رفضها للتطبيق مع الكيان العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.